مساء الخير. كل سنة وانتم طيبين. عيد سعيد عليكم، ده عيد لحمة طبعا، عشان كده انا هتكلم عن الكشري شوية. من يومين كده دماغي هفتني ان انا نفسي اكل كشري، فرحت للراجل قلت له لو سمحت بعد اذنك عايز طلب ب5. قال لي حاضر. المهم بدأ يعبي الكشري، ما اعرفش بتوع الكشري له بطريقة معينة كده. ثانية واحدة بس حضرتك، أنا يعني ما بحبش العرق على الكشري بتاعي. استغفر الله العظيم، ما بتقولوش ليه؟ قلت له أنا ما أعرفش حضرتك ده أوبشن يعني. أنا مش بحب العرق بتاعي. قال لي هما شوية صغيرين مش هتحس بيهم. المهم لقيت واحد طلع لي كده من حيث لا يدري، قال لي أنت بتقول إيه؟ ده راجل بركة. قلت له يا سيدي بقى مش عايز أقول لك ده بيعمل إيه في الكشري بتاعي. فاهم طعامه؟ قلت له حضرتك انا ما عنديش مشكله ان انت راجل مكافح وبتاكل من عرق جبينك، انا مش عايز اكل من عرق جبينك. افرض انا ما بحبش عرق جبينك، اكل غصب عني؟ المهم قال لي خلاص انت هتعلمنا الادب ولا ايه؟ انت دافع كام؟ قلت له 5 جنيه. خد. لازم تسيب افرازات يعني، ما ينفعش كده. فهي مش عارف الحركه دي عندنا في اي حاجه. تروح تشتري تذكره من مترو، تخلص ورق في الحكومه، حاجات تانية. لدرجه انا اعرف واحد عنده ايفون، لما يجي يرد على التليفون ايه ده؟ استنى معايا ويتنج. للاسف احنا عندنا وعي صحي متدني للغايه. هو مفيش وعي صحي اصلا يعني انت ابقى اثبت لكم، يعني انت كتير قوي من الناس تبقى ماشي في الشارع تلاقي واحد جاي في وشك كده. لا 10. انا يعني ببقى في حيره يعني. هو انا زعلته؟ هو بيشخر لي؟ ولا بيشخر لحد تاني، ولا نايم ولا صاحي، ولا دي انفلونزا الخنازير ولا ايه؟ بس بطمن وبرجع تاني عادي لما الاقيه بعمل. في ناس تضربها طلقه، في ناس اللي هو تعمل. انا بطمن اكتر لما الاقي الراجل ده وبعرف لو مش هيتخانق معايا مهما كان سنه، تلاقيه يعمل سحبه مايكل جاكسون على التفاهم. مهما كان سنه. في منظر تاني تبقى واقف في المترو، تلاقي واحد جه في وشك. مساء الخير. انا انت عايز تقوله؟ اللي يغيظك ان الناس كلها حواليك تقول له يرحمكم الله يرحمكم الله يرحمكم الله يرحمكم الله. يحرقكم الله. في ناس محترمه بقى للدايره، ده اللي مش عايز يعديك، بس ده يقول لك نازل المحطه الجايه. منها بيمسح ومنها بيتقرش.